ما زلنا معكم. أهدى الممثل السعودي فايز المالكي سيارته من نوع بنتلي التي تلقاها هدية من الأمير الوليد بن طلال بعد أن مازحه على تويتر مؤخرا. أهداها لصبي فقد جميع أفراد أسرته في حادث مروري، وكان الطفل يوسف الأنصاري قد فقد والده ووالدته وشقيقتيه بعد تعرضهم لحادث مروري قبل أسبوع أثناء عودتهم إلى الرياض، فيما نجا هو من الحادث. يذكر أن المالكي حظي بشقة وسيارة من نوع بنتلي وأخرى من نوع كامري وجهاز آيفون كهدية من الأمير الوليد بن طلال، ذلك بعد أن طلبها المالكي عبر تغريدة في حسابه الشخصي على تويتر. المالكي قال على حسابه في تويتر: الهدية جاءت من الله وذهبت في سبيله. معي الآن من الرياض عبد الجبار الأنصاري، هو عم الفتى يوسف الذي فقد عائلته. أهلا بك سيد عبد الجبار معنا في نشرة الرابعة. حدثنا كيف تم اللقاء بفايز المالكي وكيف تمت مسألة إهداء البنتلي ليوسف؟ كيف تم اللقاء؟ الله يسلمك. بصراحة أنا ما رتبت شيء، لكن أنا مرتب مع طبيبة أخصائية نفسية. طبعا حالة يوسف كانت صعبة جدا وصعب على الجميع، يعني كونه فقد والده واختيه يعني في عمر الزهور والدته. فأنا أبي شيء الله يسلمك يكسر الحاجز، ينسيه. فاتفقنا مع أخصائية نفسية متخصصة في الرياض مشهورة، ودخلت عليه ما شاء الله، يمكن قعدت معه ثلث ساعة إلى نص ساعة. وتفاجأت أنا بدخول أكيد في أحد من الشباب نفسه ربما، فتفاجأت بدخولي عليه ما شاء الله يعني. فجلسنا جلسة عادية وما شاء الله، والولد يعني بدأ يضحك ويبتسم، الله يحفظك. وفجأة يعني سأله الفنان، سأل يوسف قال له: ايش تبغى هدية؟ قالوا: البنتلي. أنا بصراحة أنا من النوع اللي يعني ما أعرف وش معنى البنتلي، أعرف إلا البنتليز، هذا الشاي يصور له دعايات. قلت له: ايش البنتليز؟ قال: سيارة. طيب أنا يعني هوشته، قلت: ايش تبي تطلب؟ يعني هو ما طلبها لكن رد يعني. طيب قال له قلت: لا ما يمكن. اعترض على الموضوع، مع ان الفنان يعني اصر ورفع السماعه قدامنا وكلم الشركه، قال له: السياره طلعوها باسم يوسف الأنصاري. قالوا: لا ما لحقت على شيء، صارت باسمك. شفت؟ طيب سيد عبد الجبار، انت قبل هذه الحادثه كانت فكرتك عن الفنانين بشكل عام بانهم من يرجون وجه الله ومن يسعون في مجال الخير؟ كيف اثرت بك هذه الحادثه؟ قبل الحادث؟ لا يعني تعتقد الان انه فكرتك عن الفنان اختلفت؟ فكرتي عنه يعني طيبة جدا بصراحة من قبل، لأني شفته في أكثر من موقف. وغير كذا شفت منهم ظرافة يعني الأطفال والسلام عليه، ويعني ما يحتاج يعني. هو في النهاية الفن رسالة ذو حدين، إن استعملته في خير فهو خير، وإن استعمل في شر فهو شر. جميل يعني جدا. نعم أشكرك. نعم شكرا جزيلا. عبد الجبار الأنصاري عم الفتى يوسف الذي فقد عائلته وحصل على هدية من المالكي، شكرا على وجودك في نشرة الرابعة.